مقارنة كان لابد لها أن تحصل في كربلاء، هذه المدينة المنشطرة إلى نصفين. الأول منها يخيل لك خدماتها ومشاريعها وشوارعها كأفضل مدينة سياحية ودينية أمام الزائرين، أما إذا نظرت خلف مركز المدينة سترى الأغذية والنواحي قصة أخرى مؤلمة يرويها لنا سكانها. اليوم الواقع الخدمي في محافظة كربلاء يعني يعاني من الإهمال، غياب لأبسط الخدمات الأساسية في الأحياء المحيطة بالمدينة. لاحظ الخدمات تتركز في مركز المدينة فقط، لكن كل ما نبتعد عن مركز المدينة الأحياء المحيطة نلاحظ غياب أبسط الخدمات الأساسية من شبكات ماء، كهرباء، طرق معبدة. معاناة كثيرة يعيشها أبناء هذه الأحياء. مختارو هذه المناطق يناشدون ويتطلعون لتضمينهم بخطة تنمية الأقاليم والالتفات لهم في تقديم الخدمات، فهم معدومو البنى التحتية والمشاريع خصوصا وإنها أحياء حديثة التكوين وتعكس معاناة الأهالي البعيدة عن قلب المدينة ومركزها. يعني احنا نريد السيد المحافظ زيارة لنا، لأنه ملحق الأطباء لا تبليط لا خدمات. يعني هذا التجاوز مو نظامي، احنا نريد ينظمونهم مثل ما يقول، اللي ما عنده ينطونه قطعة أرض. الفروقات بالتوزيع بين الأحياء والأقضية تختلف عادة بين منطقة وأخرى، خصوصا إن كان هناك مشاريع متلكئة وملفات فساد تحوم حولها، ما يضع الجهات الإدارية للمحافظة في موقف محرج ما لم يكن هناك عدل بين هذه المناطق. طبعا هاي مشكلة واجهت مجالس المحافظات واستمرت المشكلة مزمنة، يعني لم تتم معالجتها، وبالتأكيد أكو هناك فرق بالتوزيع بين مركز المدن والأحياء البعيدة، وأتوقع أنه يؤخذ فيها جانب أنه الواجهة المحافظات هو مراكز المدن. مع ذلك هناك مشاريع ولكنها مشاريع متلكئة. قد تختلف المقارنة بين أحياء مركز المدينة والأحياء البعيدة عنها، كلاهما في المحافظة نفسها، ولكن بفارق زمني بين العصر الحجري والعصر الحديث. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.